السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، اعملوا طبعا القناة وتدوسوا لايك. النهاردة يا جماعة قلنا نعمل حاجة كده بدل العصير وكده، نروق بقى نفسنا. وهقول لك هتاخدي الطفل بتاع الكركديه ده تعملي بيه ايه. ده كركديه يا جماعة، الناس اللي ما بتحبوش على فكرة له فوائد كتير جدا جدا جدا. ممكن تشربيه سخن، ممكن تشربيه ساقع، بس يعني بتوع الضغط والناس اللي مرضى الضغط وكده ما افضلش ان هم يشربوا، او لو هتشربيه اسألي دكتور تشربيه سخن او ساقع. احنا طبعا بنغليه وبتسقعيه في التلاجة، ده اللي احنا اصلا هنشربه. انا هقولك بقى على الورق بتاعه بعد ما تغليه تعملي بيه ايه. هقولك على وصفة هتخلي وشك فيه نضارة رهيبة. صفى طبعا احنا خلاص غلينا الكركديه كويس جدا، صفيه بقى وتاخدي التفل بتاعه. ابدأي بقى تقطعيه بحيث ان هو يبقى اصغر شوية من الحجم اللي هو فيه. احنا عايزينه بس يبقى ايه، قطع صغيرة شوية. تعصري عليه نص ليمونة، طبعا برضه احنا عارفين فوائد الليمون للبشرة. وتقومي جايه دعكاه حلو كويس جدا الكركديه بالليمون كده، ودعكي بيه وشك بقى او ايدك، المكان اللي انت عايزاه. بيدي نضاره للوش والله العظيم، ولا احسن كريم في الصيدليات او مستحضرات التجميل. جربوها هتتعبي.